استاد الأهلي الجديد حصل على الموافقات الأمنية وسيتواجد به 8 ممرات ومنتظر ظهوره في عام 2029. الاستاد سعته 45 ألف متفرج وسيكون امتلاء الاستاد بالجماهير خلال 8 دقائق بسبب الممرات المتواجدة به. استاد الأهلي الجديد حصل على الموافقات الأمنية بتواجد 8 ممرات لتسهيل خروج الجماهير. لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب طلبت من وزير الشباب والرياضة تنظيم رحلات جماهيرية إلى أمريكا لدعم منتخب مصر في كأس العالم. النواب شددوا إن السفر يكون للجماهير الحقيقية مش للفنانين، بينما الوزير أوضح إن تنفيذ الفكرة صعب بسبب ارتفاع التكاليف. جوزيه جوميز على رادار الأهلي خلال الفترة الحالية بشكل قوي، وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات مع المدرب حاليا، ويسعى الأهلي لحسم التعاقد قبل بداية الموسم ليكون متواجدا مع الفريق من البداية. مصدر داخل الأهلي: النادي في مفاوضات جادة مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي لخلافة يستوروب الموسم المقبل. المدرب رحب بالفكرة والفترة القادمة ستشهد اتخاذ قرار نهائي، والمدرب يحظى بثقة كاملة من إدارة الكرة بالنادي. إدارة إنبي حددت $1,000,000 من أجل الموافقة على رحيل حامد عبد الله في الميركاتو الصيفي المقبل بعد اهتمام الأهلي والزمالك بضم اللاعب خلال الصيف المقبل. محمد عبد المنعم في طريقه لتحقيق البطولة الأولي مع نيس الفرنسي. نيس يتأهل لنهائي كأس فرنسا في مواجهة نادي لانس. الأعلى للإعلام يقرر تغريم قناة مودرن سبورت 100,000 جنيه وإيقاف ظهور هاني حتحوت لمدة 21 يوما لمخالفة الأكواد والمعايير بعد شكوى من الأهلي. البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا السابق يلقى قبولا من ياسين منصور نائب رئيس النادي والذي تواصل معه أكثر من مرة خاصة قبل التعاقد مع بيستوروب.